أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. أولا إحنا بنعتذر جدا على الاستوى اليوم، لأن بصراحة تقريبا الواحد كده كبر خلاص في السن وصار ينسى. أثناء وضع الجدول المراجعة لم أنتبه أبدا لموضوع التصحيح، فوجئنا بيه اليوم. فسبحان الله، قدر الله ما شاء فعل. ان شاء الله معوضين اليوم، ادينا بناخد برضه بنكمل. واخر الحصه هنتفق على تعويض للساعه ونص مال العصر ان شاء الله. خديناها باكر، خديناها باذن الله، نحاول ناخدها باكر عشان ما نعمل لكم اي لخبطه في الجدول. تمام، نبدا بقى على بركه الله نكمل. وموضوع سؤال اختياري على زاويه الاساس. اول شيء نتذكر مع بعض يعني ايه زاوية الأساس. أول شيء نتأكد من كلمة زاوية الأساس إن لها تعريف. هي زاوية، ركزوا في الكلمة دي، حادة. حادة، تمام. موجبة، كمان لازم تكون موجبة. محصورة بين الضلع النهائي ومحور السينات. عشان لما يجيني اي سؤال لزاويه الاساس يكون سالب كنسل على طول. اي سؤال لزاويه الاساس تكون اكبر من 90 درجه نكنسل على طول. طيب الاستاذ مؤمن بيعمل طريقه دايما وابدا حلوه لموضوع زاويه الاساس. ايه هي يا استاذ؟ اللي هي الضلع الاكبر ناقص الاصغر. بمعنى لو انا عندي زاويه زي كده واريد اجيب زاويه الاساس، فانا بقول لو انا عندي مثلا الضلع ده 70 وده صفر، وطلبت منك زاويه الاساس، قول الاكبر ناقص الاصغر. 70 ناقص صفر، يبقى زاويه الاساس هنا 70. طب يا استاذ لو انا جيت هنا كده وسويت ضلع زي كده، الزاويه دي 120. طيب وقريت زاويه الاساس، خلي بالك الاستاذ قال لي الزاويه المحصوره بين محور ايه السينات. محور ايه السينات يعني فين يا استاذ؟ يعني هذه. طيب الضلع ده 180، يبقى لما اقول له الاكبر ناقص الاصغر فهتصير عندي كام يا استاذ مؤمن؟ هتصير عندي 180 ناقص 120، يبقى تطلع معايا زاويه الاساس هنا 60. طب يلا كمل بضلع تاني يا استاذ. لو انا سويت لك هنا او سويت لك هنا كده زاويه وطلبت منك زاويه الاساس، وكانت الزاويه دي مثلا 240، انا يا استاذ هطبق القانون في زاويه الاساس اللي بيقول الاكبر ناقص الاصغر، فهتصير 240 ناقص 180 تطلع زاويه الاساس يا استاذ 60. طب لو انا سويت لك هنا زاويه وقلت لك ان الزاويه ديت 300، اريد زاويه الاساس اللي هي هنا، يبقى اقول له 360 الاكبر ناقص الاصغر تطلع ب 360. جميل جدا. اذا انتوا تريدوا تعرفوا موضوع زاويه الاساس وتكونوا اموركم طيبه فيها، ركزوا معايا في الجزء اللي انا هقوله ده، مهم جدا جدا. وهيجي عليها سؤال اختياري. طيب يا استاذ اعمل ايه لما يكون عندي دوره اكتر من دوره؟ جميل جدا السؤال. ادي محاور الاحداثيات، هذا اللي شايفينها قدامنا دي محاور الاحداثيات. عندنا لما نيجي نعمل كده ضد حركه عقارب الساعه يكون بالموجب، قياس بالموجب. مع حركه عقارب الساعه يكون بالسالب. هنا يا حلوين دي اسمها دوره كامله. بكام يا استاذ مؤمن؟ 360. طيب لو انا عملت كده، اسمها دورة ونص يا أستاذ، عبارة عن 360 زائد 180، يبقى كام يا أستاذ؟ يطلع معايا 540 درجة، اللي هي مين؟ اللي هنا دي. طيب يا أستاذ لو أنت هتكمل، دورة وثلاث أرباع يا أستاذ. طب لو أنت هتكمل كده دورتين يا أستاذ يعني 720، وهكذا. إذا أنت فهمت الكلام ده ورحنا اخترنا على طول المسائل، نركز مع بعض في اللي احنا هنقوله في غاية الأهمية. هناخد بالتدريج زي ما سوينا في موضوع الراديان، وبنسبة فوق ال 90%. سؤال زاوية الأساس هو سؤال اختياري جاي لي في الامتحان، سؤال اختياري. يجي يقول لي الزاوية 52 هي زاوية الأساس، حيث ها محصورة ما بين صفر و360. لو أنا قلت لطالب شاطر عندك فرصة هي دقيقة واحدة تختار يا ترى ألف ولا باء ولا جيم. ال 52 دي هي زاوية أساس لمين؟ هي زاوية أساس لمين؟ لو أنت شاطر هتعرف هي زاوية أساس لمين. من صفر ل 360. مين اللي تكون ناتج طرحها؟ مين اللي يكون ناتج طرحها 52؟ أنت عندك طرحين، طرحين فقط.
استاذ مؤمن وضحها لنا دي يا استاذ مؤمن، مهمه جدا. انا عندي طرحين فقط، الطرح الاولاني اما 180 ناقص اما 360 ناقص. طيب 180 ناقص، فانا لو قلت 180 ناقص كم يعطيني الصوت؟ لو سمحت سام سكر الميكروفون. 180 ناقص 128 يعطيني كم؟ 52. لو في يا استاذ، لو في يا استاذ زاويه تانية نطرحها تعطيني 52 360، يعني انا هجرب يا استاذ مؤمن؟ طبعا هجرب 360 ناقص 52 هيطلع لي كام يا استاذ؟ لما اقول ادي هنا صفر هتطلع 308. هل في عندي 308 يا استاذ؟ لان احنا اللي بنطرح منها. طب يا استاذ نجمع، طب يلا اجمع 180 زائد 52. طب هي لازم تطلع عندها طرح عشان زاويه حاده، يبقى مين اللي ينفع تكون عندي هي زاويه اساس؟ ال 52 زاويه اساس ليها ال 128. طب حابين نتاكد يا استاذ؟ تعالى كده اعمل كده زاويه، حط هنا 180 وضع 128. حابين نجيب زاوية الأساس 180 ناقص كبير ناقص صغير تطلع 52. يعني يا أستاذ مؤمن لما يجيني سؤال زي كده أعمل إيه؟ أحسنت، امسك ال 180 ناقص وجرب الاختيارات كلها، وامسك ال 360 ناقص وجرب الاختيارات، اللي هيديك الرقم هذا هو ده اللي يكون زاوية الأصلية، هي اللي هتكون مين؟ احنا اخترنا مين يا أستاذ اللي عطتنا؟ ال 128. طيب لو أنت فهمت السؤال ده، إذا أنا فهمت هذا السؤال تمام ونركز مع بعض، إذا أنا قدرت أفهم هذا السؤال هنروح لهذه المسألة. فين يا أستاذ هذا السؤال اللي هو صفحة رقم 14؟ هبدأ نفس الشيء أقول له ألف باء جيم د. هشوف الطالب الشاطر إذا فهم اللي قالها الأستاذ مؤمن تو أموره هتبقى طيب في السؤال ده. ها، الزاوية 32 هي زاوية الأساس للزاوية مين؟ يلا عندك 30 ثانية من الآن. عرفنا اللعبة خلاص يا أستاذ مؤمن. هنجرب إما 180 ناقص إما 360 ناقص، إما 180 ناقص إما 360 ناقص. طيب يا أستاذ لما أجرب 180 ناقص 32 ما أعطتني موجودة يا أستاذ، أجرب كده 200. طب لما أجرب يا أستاذ 360 ناقص 32 طلعت معايا 328. جرب كده 360 ناقص 32 طلعت معاك 328. بحيث لو انت قلت 360 ناقص 328 هتديك زاوية الأساس اللي هي د. أحسنتم. وده سؤال خلي بالكم إذا ما انتبهت له ممكن تغلط فيه. حلو، يبقى أنا عرفت تو يا أستاذ أول شيء كيف أعرف زاوية الأساس لما يبقى مديها لي مبهمة بالشكل ده. الزاوية دي زاوية أساس للزاوية هاء اللي هي مين يا أستاذ؟ مين الزاوية اللي موجودة عندك دي زاوية أساسها 32؟ اعمل ايه يا استاذ؟ اعطيني مفتاح الحل يا استاذ. اختار حاجتين 360 ناقص و180 ناقص واجرب جميع الاختيارات. هتجرب جميع الاختيارات اللي هتطلع لك معايا بطل يبقى هو ده الاختيار الايه الصح. جميل جدا. يلا يا استاذ مؤمن نروح ناخد الفكرة التانية. خلي بالك انا قفزت لك من بعيد عشان اربط لك المسائل ببعضها. طيب السؤال التاني يا استاذ اللي متوقع ان هو يجيني في الامتحان يديها لي بدلالة الراديان كده بالشكل ده، يقول لي الزاوية باء هي زاوية الاساس للزاوية هاء، حيث ان باء باي على 3 وتقع في الربع الثاني ومحصورة من 2 باي إلى 4 باي إلى دورتين. خلي بالكم الأسئلة اللي ناخدها اليوم مهمة جدا جدا جدا. طيب يا أستاذ دي لعبتي أنا يا أستاذ مؤمن، هعمل إيه؟ شوف ركز معايا. أول شيء الزاوية باي على 3، لو أنا جيت رسمت رسمتي المحاور عندي أهو، هذه المحاور. طيب يا استاذ هنا لما يقول لي ايوه ركزوا معايا عشان نعرف وما نغلط، ركزوا معايا عشان نعرف وما نغلط. هو يريد ايه يا استاذ؟ زاويه لو انا قلت لك اختيارات الف وباء وجيم ودال ركزوا عشان ما تغلطوا. يا استاذ باي على 3 تقع في الربع الثاني وفي دورتين،
يبقى في الربع الثاني هنا اهيت، ادي الربع الثاني، ادي زاويه الاساس باي على 3. طبعا انت عارف يعني ايه باي على 3؟ اللي هي 180 على 3 اللي هي 60 درجه. عرفت ان دي 60 درجه، ركز بس معايا. طيب هنبدا بعد دورتين، يعني انت هتطوف دوره، هتطوف دوره، شوف كده، هتطوف دوره، بسم الله، دوره طافت اهي، وهتكمل دورتين. هو يريد بقى الهاء. الهاء يا استاذ مؤمن، طيب هو يريد دي، انت المفترض دي عندك بكام تو يا استاذ؟ لو انت وصلت في المسائل اللي زي دي يا شباب ويا بنات، في المسائل اللي زي دي لازم توصل للاخر. اوصل كده الدوره دي صارت عندك دوره ونص، اللي هي دوره ونص يا استاذ 360، ضيف عليها كمان 180، يعني هتطلع 540. خد ال 540 دي، نقص منها الدورة الأساسي اللي هي كام؟ 60. 540 ناقص 60 تطلع بكام يا أستاذ؟ أحسنت، 480. 480 تروح محولها، تطلع الإجابة للأسف الشديد، حد كان حلها غلط، هي الإجابة باء، وده سؤال مهم. أستاذ عادي تعيدها يا أستاذ مؤمن؟ أعيدها وأعيدها وأعيدها، اعيدها واعيدها واعيدها، عشان الكلام اللي انا بقوله ده مهم، وكل اللي انا هقوله في زاويه الاساس هتحصله في الاختيارات في الامتحان. كل اللي انا بقوله ده اعتبره في الاختياري، عشان بس ما نغلط. اول شيء يا استاذ، قال لك زاويه تقع في الربع ايه يا استاذ مؤمن؟ قال لك تقع في الربع الثاني. خلاص، يبقى انت تيجي كده، ادي المحاور، وافضل ان انت تحول الزوايا الى التقدير يا استاذ مؤمن الستيني، سهل. في الربع الثاني يا استاذ، اجي في الربع الثاني كده وارسم الزاويه، ادي الزاويه دي 60 درجه. حلو. ركز يا بطل، ركز يا دكتور، ركز يا دكتوره. هو بدأ معاك منين؟ من بعد دورتين اتنين بقى، يعني بعد دورتين. يبقى انا اطوف دوره، ادي اول دوره اهي، وابدا اكمل الدوره الثانيه. اوه، ادي الزاويه هنا. لازم في الامتحان اعمل له كده، اجي كده اروح مكمل كده، واقول له ديت كده يا استاذ مؤمن عباره عن 540 ناقص زاويه الاساس، يديك الهاء على طول. 540 ناقص 60 يعطيني 480. اخد احولها للراديان، 480 ضرب باي على 180، وحسبت تكون محوله هتطلع لك 8 باي على 3. تختار كده، انت حليت الايه؟ المساله. كمان كمل يا استاذ مؤمن، نكمل الكلام اللي انا بقوله لك مهم جدا وخطير. تعال نروح للمساله دي. الزاويه ها يساوي سالب 380 درجه. دخلنا في نوع جديد. ظلل الشكل المقترن بقياس زاويه الاساس. طب ركز معايا كده، هدي اختيارات: الف، باء، جيم، دال. يلا يا دكتور، يلا يا دكتوره، منك ليه؟ اعمل ايه يا استاذ؟ خلي بالك، خلي بالك، هو هنا بالسالب يعني هنزل لتحت. يعني انا هلف كده يا استاذي لتحت للاسفل. السالب يعني هلف للاسفل. هروح اعمل كده يا استاذ مؤمن، بسم الله، للاسفل. سالب 380 دي يعني في دوره يا استاذ، ادي دوره اهي، وفي كده هنا كده يا استاذ. يبقى هنا يا استاذ مؤمن 360، وهنا 380 بالسالب طبعا. يبقى انا كان نفسي احط سالب 20، كان نفسي احط سالب 20 عشان الطلاب يغلطوا فيها، لان احنا قلنا زاويه الاساس، هو لو اساس، انا هنا الزاويه كام يا استاذ؟ المقترن بقياس زاويه الاساس اقول له 380 ناقص 360. استاذ المفروض السالب ده يأثر، السالب ده فقط للاتجاه، يبقى 380 ناقص 360 يعطيك كام؟ 20 درجة. إذا الاختيار هذا. تمام يا أستاذ، مكملين؟ مكملين، بس هنروح لنفس الفكر. الأستاذ مؤمن دايما وأبدا بيحب يربط الأفكار مع بعضيها. نروح لنفس الفكر. فين يا أستاذ؟ نفس الفكرة، لسه نجيب نفس الفكرة. 270 فين؟ فين 270؟ ايوه، هذه نفس القصه. باغيين زاويه الاساس للزاويه هذه. انا يا استاذ، انا لعبتي يا استاذ مؤمن. شوف يا استاذ مؤمن، هروح على طول راسم زاويه كده، اضع كده الخط، واروح رايح طاير لفين يا استاذ؟ هي 207 تقع في الربع الكام يا استاذ؟ 207 تقع في الربع الثالث هنا اهي.
اروح كاتب 207 وانا عندي الزاويه ديت 180. اقول له كبير ناقص صغير، كبير ناقص صغير، انا يا استاذ 207 ناقص 180 يساوي كام يا أستاذ؟ 27 درجة. أحسنت، يبقى نختار 27 درجة. وطبقنا موضوع كبير زائد إيه؟ صغير. حلو وجميل جدا. هذا يا أستاذ يجينا في الامتحان 100%. طبعا يجي لك في الامتحان في غاية الأهمية الكلام اللي احنا جالسين نقوله ده، في غاية الأهمية. تمام. نروح بقى للرسومات آخر شيء. لما يديني مسألة مرسومة زي كده ويقول لي يلا يا استاذ ظلل الرمز المقترن بزاويه الايه؟ الاساس. خلي بالكم السالب لا يؤثر على زاويه الاساس، فقط للاتجاه. السالب فقط للاتجاه. يلا اختار كده بسرعه اذا انت فاهم، اختار معايا. الطالب الشاطر هيقول اه يا استاذ اوصل 320 هنا 360 نطرحهم 360 ناقص 320 يدينا كام؟ 40 بالموجب. اوعى تختار بالسالب، يبقى اختار 40 بالموجب. وكده يبقى انا حليت السؤال ده. طبق موضوع الكبير ناقص الصغير راح ترتاح جدا. طبق موضوع الكبير ناقص الصغير. طيب لما يجي يديني سؤال زي كده خلاص احولها يا استاذ مؤمن. احولها في الاول لما يجي يقول الظل الشكل المقترن بزاويه الاساس للزاويه 8 باي على 3. هذا بقى التدريب الاول هناخده على السريع اهو. ادي الف وادي باء وادي جيم عشان ندخل للمسائل المتوسطه. ندخل للمسائل المتوسطه. احنا حلينا المسائل السهله. طب مم. تمام. عندك 10 ثواني متبقيه. كيف تتحل يا استاذ مؤمن؟ بسيطه جدا. اول شيء احول الى درجات واشوفها فين ويطلع معايا الاجابه الصحيحه هتكون هي باي على 3. تمام. ننتقل الان بسرعه الى موضوع يا استاذ الرسومات. الى موضوع ايه؟ الرسومات. يجيني مساله مرسومه وفيها رسومات زي مساله كده، زي السؤال ده. ركزوا معايا في السؤال رقم 4. ويسألني ويقول لي في الشكل المقابل إذا علمت أن باء هي زاوية الأساس ظلل الشكل المقترن بزاوية الأساس. أدي ألف وأدي باء وأدي جيم وأدي دال. أول شيء خليك ذكي، ركز في اتجاه المنحنى أو في اتجاه الرسمة من تحت أهو. واضح أهو. شوف يعني إيه يا أستاذ؟ مع ولا ضد حركة عقارب الساعة؟ طالما من تحت لفوق يبقى بالإيه؟ بالسالب. انتبه كده، يبقى كده بالسالب مع حركة عقارب الساعة بالسالب. حلو. أول شيء الطالب الشاطر هيقول أنا يا أستاذ مؤمن أنت عاطيني 2 باي على 9. جميل. شوف يا أستاذي، تريد أنت إيه؟ زاوية الأساس. تريد زاوية الأساس. تريد زاوية الأساس. تريد زاوية الأساس. أبشر يا أستاذ. هو عايز الهاء، معطيك زاوية الأساس ويريد الهاء. طيب هتعمل إيه؟ دورة. بسم الله. دورة. آدي دورة أهي. كم كده يا أستاذ مؤمن الدورة ديت؟ ها، الدورة دي يا أستاذ مؤمن هي، ها، الدورة ديت هي يا أستاذ مؤمن كم؟ 2 باي. شاطر. وهتكمل تاني 2 باي على 9 يبقى زائد 2 باي على 9. ها، دخل دول على الحسابة. كيف ادخلها على الحسابة؟ يعني قول كده يا بطل حول لراديان. شوفوا معايا، احول لراديان. نظام الحسابة الراديان هي اوريدي الراديان عندي 2 شيفت باي زائد بسط على مقام 2 شيفت باي وانزل تحت على 9 واروح هنا اقول له يساوي، ها، 20 باي على 9. ايوه كل يركز معايا. 20 باي على 9. لعبتي يا استاذ مؤمن هختار الدال. ياني هتختار الدال. خطأ. مين شاطر يقول ليه الخطأ؟ ها، سرعة. استاذ لأن ما انت هو مخبط. أعطنك اللي يساوي وبغانك تجيب شو اسمه اللي قبل. لا يا بطل، يا ريت يا بطل، مش هو كده 12 التفسير ليه؟ ايوه لان احنا ماشيين 22 مع وربع ساعة.
مع حركة عقارب الساعة، احنا ماشيين مع حركة عقارب الساعة. لما يكون مع حركة عقارب الساعة فهيكون يا أستاذ اتجاه بالسالب، أما لو كان ضد حركة عقارب الساعة هيكون الاتجاه بالموجب، فهتكون الإجابة الصحيحة هي يا أستاذ هذا. شوفوا، انتبهوا الموضوع ده سهل يا أستاذ. احنا نريد نسأل، احنا كده مع حركة عقارب ولا ضد؟ والله انت ماشي كده، انت ساير كده، يبقى انت مع ولا ضد؟ ها، مين يقول الشكل ده مع ولا ضد؟ مع انت كده عقارب. نازل، كده نازل مع، انت كده مع، يبقى مع يبقى بالسالب. اما يا استاذ يوم تكون طالع من فوق لتحت كده، انت كده ضد، فتبقى الاشاره موجبه. طيب نروح للسؤال اللي كمان بالضبط اهو. في الشكل المجاور حدد قياس زاوية الأساس باء للزاوية هاء، باء يساوي 53 درجة. أنا لعبتي يا أستاذ، بص يا أستاذ مؤمن، إحنا عندنا زاوية الأساس 50، فالطالب الشاطر هيعمل إيه؟ هيمشي زي ما الأستاذ مؤمن بيمشي كده. شوفوا، أنا كده بسم الله همشي على السؤال. آدي يا أستاذ كده أنا كملت دورة. كيف يا أستاذ؟ حاضر. أنا كده أكملت دورة لحد هنا كده، اكملت 360 درجه. طيب يلا كمل كده. انت كده اعملها لك بلون تاني مختلف. انت كده كمان يا استاذ مؤمن كملت نص دوره اللي هي كام؟ 180 درجه. كمل يلا كمل، لسه هنكمل تاني كده يا استاذ. جبت انت كمان ال 53 درجه. هو يريد الهاء، اجمع كل ده فهتطلع معايا 593 درجة. فهيبقى عندي هنا الاختيار الأخير اللي هو إيه؟ دال. أستاذ ليش هنا يا أستاذ مؤمن ما قلت بالسالب؟ خلينا نستعين كده بزميلتكم. ليش إحنا ما قلنا بالسالب؟ ليش ما قلنا بالسالب هنا؟ هم؟ خلينا بالموجب. لان ضد حركه عقارب الايه الساعه. طول ما انت طالع لفوق، خلي بالكم عشان الكلام ده مهم. لو انت انتبهت معايا فانت اوريدي خلاص مساله اللي جايلك في الامتحان خلاص انت كده عرفتها. يلا من الجميع، هطلب من الجميع الان، عندك بالظبط 10 ثواني. 10 ثواني، ما واجد يا استاذ، 10 ثواني عدى منهم ثلاثه اهو. ها، 10 ثواني نكون خلصنا هذا السؤال. تمام، الإجابة الصحيحة جيم، ممتازين. يا أستاذ صح، خلاص عرفناها ديت يا أستاذ، ما راح نغلط فيها أبدا. خلاص أنت قلت يا أستاذ مؤمن هنيجي من تحت لفوق أهو، من تحت لفوق هو بالسالب. آدي دورة بكام دي يا أستاذ مؤمن؟ ب 360. كمل عليها للآخر نص دورة 180، يبقى 540. كبير 540، صغير 500، والإشارات يا أستاذ ما تأثر أبدا. يبقى هيطلع معايا الرياض نكتفي بهذا القدر، امورنا طيبه جدا كده اذا احنا عرفنا هذه المسائل الخاصه بموضوع ايه يا استاذ؟ زاويه الاساس. يسدنا يا استاذ مؤمن، قلت لك خلاص الكلمه دي ما تقولهاش كتير، طالما قلت لك نكتفي بهذا القدر خلاص يسدنا وزياده باذن الله. طيب لما يجي في الامتحان يديني مسائل من هذا النوعيه، احنا خدنا امس الجزئيه دي وعرفناها، وخدنا وفي سؤال في غاية الأهمية اتفقنا عليه أمس وقلنا وهذا السؤال. طيب يا أستاذ يجيني كيف في الاختبار بالنسبة للاختبار الدرس مال الزوايا العامة؟ قال لك الأستاذ مؤمن هيديك كام مسألة ركز معايا فيهم عشان نخش على المهم. تمام يا أستاذ، وإحنا جاهزين بسم الله وعلى بركة الله. نركز على هذا السؤال. هذا أول سؤال، تركز معايا وشوفوا هيتحل كيف، واريدكم تتعاملوا معاه بالآلية اللي احنا هنتعامل معاها ده. بيقول لي ركزوا في السؤال ده مهم جدا جدا. هذا السؤال أنا كم سؤال هختارهم لكم في غاية الأهمية هرجع بهم إيه الدرس. جاء ها بيساوي جذر 3 على 2 حيث ها زاوية حاد، أوجد قيمة 1 زائد ظا ها على جتا إيه ها. أول ما يجي لي يا حلوين سؤال زي كده من غير ما أفكر أقول له الحل، واروح جايب له كده مثلثات، ارسم مثلث قائم الزاويه، اجيب له مثلث زي كده ارسمه.
هذا مثلث قائم الزاوية. جميل جدا. ادي المثلث القائم الزاوية. سامع طالب شاطر لما يقول لي يا استاذ انا متعلم ان الجاء مقابل على وتر. ممتاز. الجاء اداء الهاء، اضع الهاء هنا دايما وابدا، واقول له مقابل اللي هو جذر 3 على وتر اللي هو 2، ومباشرة استخدم نظرية فيثاغورس اللي شرحتها لك امس. هذا الضلع المجهول يتجاب ازاي يا استاذ؟ اقول له 2 تربيع زائد جذر 3 تربيع. 2 تربيع يا استاذ 4 ناقص الوتر ناقص الضلع. الوتر ناقص الضلع يبقى 2 تربيع ناقص جذر 3 تربيع، يعني 4 ناقص 3 يعطيك ايه؟ 1. إذا يا أستاذ هجيب أنا الضلع ده اسمه 1، جذر الواحد طبعا بواحد. أبدأ بقى في الامتحان. أعمل له حركة جميلة. إيه هي؟ يا سلام لو عملتها تبقى ممتاز. إيه هي يا أستاذ الحركة هذه؟ أكتب له كده ظا هاء. الظا يا أستاذ ذكرنا بيها مقابل على مجاور. مقابلها جذر 3، مجاورها 1، يبقى ده المقابل، ده المجاور، ده الوتر. فهتطلع معايا يا أستاذ مؤمن بجذر 3. ممتاز. أجيب الجتا، أقول له جتا هاء مجاور على وتر. المجاور 1/2 يعني نص. آخر حاجة جاها هو مديك إياها مقابل على وتر، يعني جذر 3/2. بعد ما تعمل كده وتسمع كلام الأستاذ مؤمن تكتب كلمة المقدار. يلا بسم الله. الواحد تنزل زائد الظا انت جايبها بكام؟ بجذر 3. الجتا انت جايبها بكام؟ الجتا انا جايبها يا استاذ بنص. الجاء عطالك بجذر 3/2. تمام يساوي. بعدين اعمل ايه يا استاذ مؤمن؟ بعد ما تعمل كده تحت وحد المقامات. المقامات متحدة تحت اهي. نزل مقام 1 فاقول له 1 زائد جذر 3/2. ايه اللي هيحصل يا استاذ مؤمن؟ راح ده مع ده يساوي المقام يطلع ايه؟ بسط. اذا الناتج هيطلع معايا بيساوي 2. وصغرها لك كده وخلي بالك منها كسؤال عليه 3 درجات. خلي بالك منها. استاذ انا عندي سؤال. ايه هو السؤال اللي عندك؟ انت حبيت شيء مني. ايه السؤال اللي عندك يا استاذ؟ انا ما لازم اعمل الاختصار ده يا استاذ مؤمن، ولازم اوحد المقامات. ما يستوي يا استاذ مؤمن ان انا اجيبها على طول سيده باستخدام الاله الحاسبه؟ يفضل، وحط خط تحت كلمه يفضل. يفضل في النوع ده من المسائل ان انت توحد المقامات وبعدين تبقى تجيب على الاله الحاسبه عشان بس تاخد الدرجه كامله. وان سويت على الاله الحاسبه ما مشكله، الامور طيب. تمام. اديني وضحت لك الامور. وان كان الاحسن طبعا ان انت توحد المقامات. اذا قدرت اعمل تجميعتها على الآلة الحاسبة وطلع الناتج عندك. تمام. بنسبة 200% مسألة شبيهة بدي جايه لنا في الامتحان. يعني ايه شبيهة يا أستاذ؟ يعني مثلا زي كده. يعني احنا خدنا جاه، وارد جدا وارد جدا بدل ما يديني الجاء يديني الظا. يعني يقول لي مسألة زي المسألة اللي تحت دي إذا علمت أن ظا مسألة زي المسألة اللي قدامك دي، كلاهما نفس الفكر. يعني انا هديك تدريب اهو مدته دقيقة او دقيقتين وتطلع لي الناتج عشان الناس اللي جالسة معانا. فين يا استاذ هذه المسألة؟ يلا عشان ندخل للدرس اللي بعده. هذا السؤال ظا هاء يساوي جذر 5/2. اوجد 5 هذا التدريب مدته فقط دقيقتين، وهيشتغل العداد عشان الناس تشتغل. خليناها 3 دقائق. ما ترسل على الواتس مسكر التليفون لو فتحته مش هخلص. ارسل لي كده في الزوم انت اخترت طلعت القيمه كام. تمام. وانا هشوف كل واحد مطلع القيمه كام. تقدر تطلع لي القيمه بالجذر، تقدر تطلع القيمه بالارقام عشريه. ممتازين ما شاء الله تبارك الرحمن. انا شايف ناس حلت امورها طيبه. يلا يا استاذ على السريع كده
أول شيء اتفقنا وقلنا لما جينا سؤال زي كده مباشرة هنرسم المثلث، مثلث قائم دايما يا أستاذ، طبعا مثلث قائم أهو. نرسم مثلث قائم، نضع فيه الأضلاع، ودايما وأبدا نضع الزاوية هنا، هذه هي هاء. طب هو بيقول لي إيه يا أستاذ؟ بيقول لي ظا هاء، ظا مقابل على مجاور، باستخدام نظرية فيثاغورس. أقول له جذر 5 تربيع زائد 2 تربيع، يعني 5 زائد 4 يساوي 9. الجذر التربيعي ل9 ل3، إذا الضلع ده بيساوي 3. حلو. أبدأ أعمل له كده في الامتحان عشان آخد درجات. أقول له جاء مقابل على وتر، يبقى جذر 5 على 3. جتاها مجاور على وتر، يبقى 2 على 3. أقول له كده المقدار يساوي، المقدار يساوي 5 جهة، يبقى 5 في جذر 5 على 3. 1 ناقص جتا هاء اللي هي 2 على 3. بعد إذنك ويا شباب ويا بنات اسمعوا كلامي في الأمور اللي أنا بتكلم فيها، دي مهمة جدا. أول شيء ال5 ده كأنها 5 على 1، فأنت اكتبها بالشكل ده كداك. تمام. وتعالى على حسابتك قول لها 1 ناقص 2 على 3، الحسابة هتقول لك بكام يا أستاذ مؤمن؟ هتقول لك بتلت. حلو. اما ان انت تكتب ده على الحسابه، او تطلع طالب شاطر وتقول ال3 راحت مع ال3، فيطلع لي 5 جذري ايه؟ 5. جزاك الله خير استاذ. احولها لارقام عشريه؟ ما يحتاج، الا اذا في السؤال قال لك مقربا لاقرب 3 ارقام معنويه، رقمين معنويين، احول لرقم عشري. انما لو جاء زي ما الاستاذ مؤمن كاتب لك كده بالظبط، اوجد قيمه مش عارف ايه، ما يحتاج ابدا. تمام. كده انجزنا الجزء ده يا استاذ، طبعا اخذ حقه جدا. نروح ل سؤال في الامتحان مهم جدا، التمثيلات البيانيه. استاذ صدق بالله يا استاذ مؤمن اكتر درس بكرهه، لا ان شاء الله باذن الله هتاخد مساله الامتحان وانت جالس بياتك الان باذن الرحمن. بس ركز معايا كده وخلي بالك من جزئيتين هقول لك عليهم، جزئيتين. التمثيلات البيانيه يا استاذ، اما ان يجي لي ارسم، اما ان يجيني مجهول. استاذ تتوقع انت يا استاذ مؤمن بنسبه كم يجي لي ارسم؟ ينفع ندخل اللي فات مره واحده في الحسابه عادي. بنسبه كم يا استاذ هيجي رسم السنه دي؟ بنسبه تتعدى 90%. يا حشرتنا يا استاذ. طب والمجهول بنسبه 10%. قد يحدث العكس، احنا مش هنسيب شيء، احنا نحل ده ونحل ده. بس اريدك تمثل مسألة وتعرف اللي فيها عشان تبقى امورك طيبة، لان بقى لنا 3 سنوات او سنتين من عمر الاختبار، والاربع اختبارات، اختبارين اساسيين واختبارين دور ثاني، بيجيب مجاهيل. طيب ايه اللي ممكن يتجاب السنة دي؟ سؤال كده عليه 4 درجات او 5 درجات، مثل دالة، او يديك دالة ويقول لك يوجد منها التمدد والانسحاب. هنشوف كل شيء. خلينا في الاول خالص نتذكر مع بعض في موضوع التمثيل الأشياء المهمة. أولا كلنا عارفين السعة لما يبقى عندي دالة، كلنا عارفين لو أنا عندي دالة كده صاد بيساوي ألف، أو خلينا نقول له باء، أي أرقام غير دول، نقول له كده جيم زائد ألف، مثلا جاء باء سين زائد دال. تمام. وخلينا كده نتذكر مع بعض. حد يفتح لنا الميكروفون كده يكون جاهز، انا للاسئله اللي انا اسالها، وليكن انوار. يلا يا انوار افتحي لنا الميكروفون، بتساعدينا انت. حلو. أيوة أستاذ. يلا بسم الله. ايش هي الجيم دي يا انوار؟ انسحاب رأسي موازي لمحور الصادات. تمام ممتازه. خليكي معايا واحده واحده عشان زمالك وعشان، وخليكي فاتحه ما تسكريش. الجيم ده اسمه الانسحاب الرأسي الموازي لمحور الصادات، وده لما بناخده في الامتحان بناخده زي ما هو، بنقول له الصافر وجيم. ركزوا الكلام ده في غاية الأهمية. تمام. طيب الألف دي إيه هي يا أنوار؟ السعة ممكن أيضا تصير اللي هو التمدد الرأسي الموازي لمحور الصادات. ممتازة ممتازة، جزاك الله خير يا أستاذ. إيه الألف دي يا أستاذ؟ الألف دي اسمها السعة، ودايما لما أجابها لازم تطلع بالمطلق بالموجب، عمرها ما تيجي أبدا بالسالب. السعة. وأيضا بنسميها تمدد
رأسي موازي لمحور الصادات، بناخده زي ما هو، معامله 2 معامله 3 معامله ألف، ما بيتغير. شاطر. طيب نروح للباء. هي الباء الباء اللي هي الدورة ممكن تكون أيضا تمدد أفقي موازي لمحور الصادات معامله 1/باء. ممتازة. ده تمدد أفقي موازي لمحور السينات. ها، معامله بنجلب، معامله بنقول 1/باء. ممتازة. نيجي لآخر شيء وكده يبقى كتر خيرك. هي الدال. دال اللي هو انسحاب أفقي موازي لمحور الصادات، يكون دال على 0. انسحاب أفقي موازي لمحور السينات، معامله سالب د وصفر. بس خلي بالكم لما يكون قدام السين شيء، فدايما وابدا بيبقى سالب د على باء. يعني ايه يا استاذ؟ مش فاهم. يعني مثلا لو انا عندي الزاويه جاء 2 س زائد 8 مثلا، يبقى تقسم دي على دي، تقول له سالب 8 على 2 يعني سالب 4 وايه وصفر. صح يا بنتي انوار؟ نوضح الجزئيه ديت. أيوة. احنا بناخده بعكس الاشاره، بس لو في معامل قدام السين نقسم ايه عليه. طيب حلو يا استاذ. انا هدي اهم شيء وبعدين اخش في المهم. انا عندي الاهم والمهم. انا هسبح عكس التيار. كل المعلمين دون استثناء حتى في نماذج امتحاناتهم السنه دي، الامتحانات المقالية، كله رايح لمين يا أستاذ؟ رايح لإيجاد المجهول، ولكن إحنا هنمشي عكس التيار. يعني إيه عكس التيار؟ هنسبح عكس التيار. هنروح ناخد كده أول سؤال مهم، نروح عاملين عليه كده، ناخده كوبي ونروح رايحين كده ونعمل ونشوف في الأول يا أستاذ كيف إن أنا أمثل. أستاذ المجاهيل مهمة، خلينا بس نتعلم التمثيل وإحنا فريش كده، وبعدين هناخد المجاهيل اللي صارت متداولة وكله يعرفها. هيجيني سؤال كما هذا. مش هو ده السؤال اللي أنا متوقع يجي أبدا، ما هو أبدا، بس هشتغل عليه. هيجيلي سؤال زي كده، يقول لي ارسم بيان الدالة صاد. دالة صاد يساوي د س، حيث س من أول شيء أعمله. خلينا برضو نستعين بصديقة ليكم. مين يساعد؟ مين يدخل معانا يقول لنا أول شيء بنعمله إيه؟ ما حد؟ طيب اختار هنا. قول يا حمود يلا. أول شيء نعمله إيه يا حمود؟ لما أجي أمثل الداير، أول شيء عندنا أولا المجال يا أستاذ من 0 إلى 180 درجة. تمام. أول شيء أعمله أجيب في الأول خالص الدورة. طيب دورة الجا أو دورة الجاتا ديت من كام إلى كام يا أستاذ؟ يا أستاذ ده إحنا حافظينها من 0 إلى كام يا أستاذ مؤمن؟ إلى 180. من 0 إلى كام؟ إلى 180. أسمع تاني. دورة الجتا، لا يا أستاذ، دورة الجتا من 0 إلى 360. ولكن هو في الامتحان أو في السؤال اللي هو عطوه لي تو مديها لي إيه؟ لحد 180. يبقى أنا لازم ألتزم بإيه؟ بالدورة اللي عندي. فأنا لازم ألتزم بالدورة اللي موجودة عندي. أول شيء أقول له الدورة يا أستاذ مؤمن عبارة عن 2 باي على معامل السين. يعني هتساوي يا أستاذ من 360 على معامل السين اللي هي كام؟ معامل السين اللي موجود عندي في السؤال كام هنا يا أستاذ؟ 3. يبقى لما أجي أشتغل أنا هنا يا أستاذ الدورة 2 باي لو كانت فعلا يا أستاذ مؤمن من 0 إلى 360. ولكن في السؤال اللي موجود عندي عاطيني الدورة من كام لكام عشان نركز، لأن في ناس حافظة مش فاهمة. يعني إيه حافظة يا أستاذ؟ يعني مباشرة أول ما يديها مسألة تروح جاية يا أستاذ مؤمن
على طول يا استاذ اقسم على 360. خلي بالكم الكلام اللي بقوله لكم ده مهم، وفي ناس بتطيح في الاخطاء اللي احنا شايفينها قدامنا. اول شيء يا استاذ لازم اخلي بالي في المجال اللي انا هشتغل بيه انا هلتزم بيه. يعني ايه هلتزم بيه يا استاذ؟ يعني لو قال لي من 0 ل 180 يبقى انا شغال من 0 ل 180. لو قال لي يا استاذ ايه ده يبقى انا اشتغل على الدوره اللي هي 2 باي على معامل السين. وتعالوا نغير كده المجال ونشتغل عليه 2 باي اللي هي 360 على معامل السين. يلا كده نقول يبقى 360 على معامل السين اللي هي 3، يطلع يا استاذ معايا بكام؟ 120 درجه. طيب الدوره بتاعتي جت، ابدا بقى اجيب حاجه اسمها القفزه. اجيب القفزه ازاي يا استاذ؟ اقسم الرقم اللي انا جبته ده على اللي موجود عندي اللي هو 4. ودايما يا استاذ تتقسم على 4 اللي احنا بنسميها ربع الدوره. هقسمها على كام يا استاذ؟ على 4. يبقى انا اجي اقول له كده يا استاذ مؤمن 120 على 4 يساوي كام؟ 30 درجه. خلي بالكم بقى مش هنمشي ابدا ل 360. ليه يا استاذ؟ لان انت مجالك محدود من 0 الى 180. فانت هتعمل جدول. اعمل جدول كده وركزوا معايا الكلام ده مهم. اضع هنا س واضع هنا دالة السين واضع هنا 0. وكل ما اروح اقفز 30 30 ها 60 ها 90 ها 120. انا همشي كام يا استاذ؟ 30 30 30 0 30 60 90 120 وحد كده 150. عايزين نصغرها كده عشان تكمل معانا، عشان ما ندخل في الرسم البياني محتاجينه. وهعرفك على الآلة الحاسبة هتعملها ازاي، وهعرفك على الآلة الحاسبة هتعملها ازاي حالا. نعمل جدول كده ونصغر شوية. ادي س وادي دالة س. نقول له 0 30 60 90 120 150 وهنقف عند ال 180. ركزوا يا حلوين معايا بالله عليكم. طيب وهنروح ندخلهم زاوية زاوية على الآلة الحاسبة. أو هنا بقى في طالب شاطر هيتذكر معانا، هنسمع كده من طالب لأن الحسابة اللي عندنا هنا مش هتمكننا. خلي مريم كده تفتح وتقول لنا يلا يا مريم لو أنا أريد أدخلها على الآلة الحاسبة عشان أجيبها أكتب إيه؟ موت موت تيبل. مود تيبل. ندور عندك في الحسابة لحظة على بال ما زمايلك يشتغلوا في الحسابة. يلا معايا واحدة واحدة الجميع. مود. دور على الآلة الحاسبة. أنا المشكلة إن أنا عندي حسابتي دي غير. هتدور على مود تيبل. كملي. بعدين نسوي 180. هنقول مود، ولما كتبنا تيبل لحظة كتبنا مود تيبل اتكتب المفروض عندنا اف اوف اكس صح كده؟ أيوة. طيب هكتب اف اوف اكس. اول ما تتكتب ديت على طول مباشرة اروح داخل على الفا عشان اكتب الدالة. هكتب كده، هكتب 2 كوزاين 3 الفا عشان اضغط على الاكس. اضغط على الالفا واكتب اكس هتطلع معايا 3 اكس. كتبت كده واروح دايس يساوي. اول ما ادوس يساوي المفترض هيكتب لي ايه؟ ستارت البدايه. اضغط زيرو واضغط يساوي هيتكتب كلمه اند النهايه. اكتب يساوي هيتكتب كلمه ستيب. ستيب عندنا القفزه. القفزه بكام؟ 30. اكتب يساوي. عاد طلع جدول المفترض تو اللي طلع عنده الجدول يعطوهون. مم. أول شي 2 مهم. بعدين 2 0 0 0
-2 اها 0 امم 2 تمام. و0 صفر -2. -2. حلو. تمام. احنا كتبنا الجدول ده. هروح جاي، احسنتي، اروح جاي على حسابت على الجدول اللي عندي، اكتب كده يا استاذ. طيب هعمل لكم الطريقه انا وارسلها لكم فيديو ان شاء الله بعد الحصه على الحسابه اللي هي اليدويه. خلاص، هضع هنا صفر. طيب، وابدا من عند كل اتنين او كل واحد خليه 30، يبقى هنا اقول 30 60 90 120 150 وبعدين 180. طيب يا استاذ، اقدر يا استاذ مؤمن اخليها كل اتنين؟ والله اذا يوسع معاك كل اتنين سويها كل اتنين، اذا ما يوسع يا ست. وعندك هنا 1 2 3 -1 -2 -3. يلا بسم الله، هنرسم باللون الاحمر. لما الصفر كانت ب2، لما ال30 كانت بصفر، لما ال60 كانت -2، لما ال90 كانت بصفر، لما ال120 كانت ب2، لما ال150 كانت بصفر، لما ال180 كانت -2. اجيب القلم وامشي كده. يا استاذ كده انا خلصت. انا رسمت الداله اللي هو يريدها. اهم شيء بقى قبل الجدول، وده اللي يهمني. قبل الجدول انا كده رسمت. قبل الجدول لازم بعد كلمه القفزه دي، لو انا صغرت كلمه القفزه اركزوا بقى معايا عشان دي المهمه بقى. بعد ما اجيب القفزه اللي احنا جبناها يا بنات، القفزه دي اللي هي طلعناها 120 على 4 طلعت ب30. وفي المنطقة اللي هنا ديت، ركزوا معايا يا طلابي يا أعزائي، لازم أكتب كلمة الوصف ده عليه درجتين. أقول لي الوصف بقى. لو أنت بصيت هنا معايا، زميلتك لما كانت معانا قالت لنا إيه؟ قالت لنا إن إحنا يا أستاذ اللي قدام ده اسمه السعة، وفي نفس الوقت اسمه تمدد رأسي موازي المحور الإيه؟ الصادات. واللي هنا اسمه الدورة، وفي نفس الوقت اسمه تمدد أفقي موازي المحور إيه؟ السينات. فلازم إجباري مش اختياري عليه درجة. لازم تيجي توصف كده هنا، تقول الكلمتين اللي هيتكتبوا ده: تمدد رأسي موازي لمحور الصادات معامله 2. ده الرقم اللي قدام الجدول. وتيجي تكتب كده: تمدد أفقي موازي لمحور السينات معامله. اقلب، لو 3 خليه ايه؟ تلت. السطرين اللي باللون الموف ده لازما يتكتبوا، مهمين جدا جدا جدا. مهمين جدا يا استاذ، جدا جدا. لازم يتكتب الوصف ده. اول سؤال، اول شيء تجيب الدوره وتجيب القفزه وبعدها الوصف وبعدها الجدول. تمام. لازم يا استاذ مؤمن، لازم يا استاذي، لازم اعمل كده. تمام. ليش تلت؟ حد يجاوب على زمايلكم ليش بيقول تلت، ليش مش 3؟ يكسب فيه ثواب كده ويفتح الميكروفون ويجاوب عليه. ليش تلت؟ مم. ما حد يريد ياخد ما حد يريد ياخد الاجر. زميلكم بيسأل ليه يا استاذ كتبت تلت؟ لان احنا في الافقي، لو انت ركزت، انا مش عايزكم تبقى تتشتتوا واحنا بنشرح. احنا قلنا في الافقي المعامل، شوفوا احنا كاتبينه ايه. الافقي بناخد المقلوب، بنقول 1 على باء. لو كان 3 1 على 3، 4 1 على 4، 5 1 على 5. الشريحه ديت لما توصل لك اليوم تحفظها لي. تمام. لان المجهول موضوع يوجد السعه ويوجد الدوره ويوجد الانسحاب ده سهل. انما لو اشكاليه، لو في الامتحان جاب لي تمثيل، وانا زي ما قلت لك كده انا متوقع بنسبه 90%، وهقول لك المساله تحديدا فين اهي. هي اللي قدامك دي بنسبه كبيره ان هو يجي يقول لك
حل مسألة زي دي كده وهيكون عليها درجة معتبرة. معتبرة. طب يلا كده يا أستاذ، اديها لنا كده يا أستاذ، أهي قدام عينك أهي، هناخدها وهنركز في السؤال ده أكتر من اللي فات. أنا ذكرتك فقط في السؤال اللي فات، إنما ده مهم جدا جدا جدا، وإن شاء الله تدعونا في الاختبار بإذن الله. يلا نشوف السؤال ده في غاية الأهمية. سؤال اختبار اعتبره هذا يا أستاذ. نعم، هنكتب عليه مهم، هام جدا. اللي هو ايه بقى يا استاذ؟ تمثيل دالتين مع بعض. يا الله، ان انا امثل دالتين مع بعض يا استاذ واجيب عدد الحلول. ايوه، اعتبر من تو، اعتبر انه ده سؤال في الامتحان من الثانيه ديت. تمام، لما تشوفه في الامتحان ما تتخض ولا تقول كيف ارسم دالتين ولا شيء. لو ركزت معايا حبه تو هتلاقي امورك جدا طيبه. طيب هو سؤال صعب، هنشوفه وتحكم عليه تو وتشوفه اذا كان سهل ولا صعب. بس اللي اهم منه ان انت تركز في خطوات الحل. اريدك في خطوات الحل تركز عشان تعرف تتعامل معاه وما تغلط فيه. طب يلا يا استاذ، احنا جاهزين. اول شيء يا بطل هناخدهم ونفصلهم داله داله. هنفصل الدوال يا استاذ داله داله، نقول له الحل. بعد اذن الجميع نركز شويه في السؤال ده. اول شيء ناخد الداله الاولانيه، اعتبرها داله منفصله بذاتها، صاد يساوي جتا س، واكتب الكلام اللي علمه لك الاستاذ مؤمن. الاستاذ علمنا قال اول شيء نجيب حاجه اسمها الدوره. دورة الجاتا يا أستاذ مؤمن 360. عايز تكتبها بالباي اكتبها على أساس إن هو عاطلك هنا بالباي، ما عندناش أي إشكالية. يبقى هنقول له 2 باي على معامل السين اللي هو 1. يبقى إذا الدورة 2 باي. وخليك ذكي، لو عطاك المجال بالباي كل شغلك بالباي، عطاهولك بالدرجات 360 كل شغلك بال 360. يبقى الدورة يا أستاذ 2 باي. أروح جايب حاجة اسمها يا أستاذ مؤمن القفزة. القفزة بتساوي ايه يا استاذ؟ 2 باي اقسمها على 4. يعني القفزة يا استاذ مؤمن هتكون باي على 2. جميل جدا. بعديها مباشرة خبرنا الاستاذ وجال واكد على الموضوع ده ان انا هكتب حاجة اسمها الوصف. هل هنا يا استاذ عندك تمدد ولا عندك انسحاب ولا عندك شيء؟ لا خلاص، يبقى كل سنة وانت طيب مفيش وصف. تروح رايح لحاجة اسمها الجدول، ترسم جدولك. اعمل الجدول كده واسميه ادي س ودالة السين. هبدأ منين يا استاذ؟ من صفر. وكل ما اروح هقفز باي على 2. اللي هي الباي على 2 دي يعني ايه يا استاذ مؤمن؟ الباي على 2 دي يا حبيبي اللي هي 90. يبقى اقول له صفر باي على 2. بعد الباي على 2 اللي هي باي. بعد الباي اللي هي 3 باي على 2. كل ما اروح ازود باي على 2. بعد ال 3 باي على 2 اللي هي مين يا استاذ؟ 2 باي. اللي هم يا شباب عشان ما حدش يستغرب ان هي اللي هي كام يا استاذ؟ صفر 90 مي صفر و90 وهنا 180 و270 و360. تمام، حلو. ابدا اعمل ايه؟ دايما دوره الجا والجتا 2 باي، دايما 2 باي على معامل السين. معامل السين هنا 1. طيب يا استاذ اعمل ايه؟ هقول تاني للمره الاخيره عشان الناس اللي معاها حسابه، امسك حسابتك في ايدك، امسك حسابتك في ايدك عشان تحاول وما تغلط. امسك حسابتك، هندي فرصه 30 ثانيه نمسك الحسابات. امسك حسابتك، مسكنا حسابتك اهي. يلا يا استاذ هنكتب مود. بعد ما تدوس على مود دور عندك على كلمه تيبل واضغط على الرقم. اول ما تضغط على كلمه تيبل هتتكتب عندك كلمه اف اوف اكس يساوي. هتكتب بها الداله. الداله عندنا هنا جميله وبنت ناس. هنكتب كوزين السين. نكتبها ازاي؟ الفا اكس. الفا اكس، زرار الالفا اللي عندك ده اهو قدامك اهو، الالفا ده ولو دوست على الاكس اتكتبت اكس اهي. الفا اكس هذه تكتب لنا الاكس. تمام، حلو. وبعدين يا استاذ المفروض ده اتكتبت الدال. واضغط يساوي. اول ما تضغط يساوي، ضغطنا يساوي، اول ما تضغط يساوي بيكتب ايه؟ ستارت، البدايه. البدايه عندك زيرو، اكتب زيرو.
يساوي. بعد ما تكتب 0 يساوي 360، ده تتكتب إنت. اكتب 360 يساوي. بعد كده تتكتب ستيب. اكتب القفزة عندك يا أستاذ 90 يساوي. المفروض الجدول يكون تم. اللي جدوله تم تو يكتب لنا في التعليقات واحد. اللي طلع معاه الجدول يكتب كده في التعليقات واحد، نشوف في الدنيا قد ايه عشان الناس اللي عرفت امورها ماشيه ازاي. تمام. هناخد كده بقى، ملونا بقى الجدول اللي طلع. حد يتبرع كده ويملينا. ها الجدول طلع كام؟ يا ريت يكون في تعاون. امسك كان في تعاون عن كده. يلا يا واجد بسرعه. اول واحده بكام؟ 1 لا ايوه. وصفر اها. -1 اها. وصفر جميل. و1. واحد. شكرا. احنا عملنا اول داله. هنكتب تو يا استاذ شيء؟ لا لا، ما هنكتب شيء تو. هنروح رايحين للداله الثانيه اللي هي مين يا استاذ؟ صاد بيساوي 1 ناقص 2 جاسين. حلو. ونبدا نعاملها نفس معامله المساله الاولانيه. نعمل ايه يعني فيها يا استاذ مؤمن؟ يعني نروح نجيب حاجه اسمها الدوره. دوره الجايه يا استاذ مؤمن عباره عن 2 باي على معامل السين. معامل السين بواحد، دورتها 2 باي. اجيب له القفزه. قفزتها ايه يا استاذ؟ احنا بنقسم على 4، يبقى 2 باي على 4. يعني قفزتها هي كمان باي على 2. جميل جدا. هعمل ايه يا استاذ؟ مين شاطر يقول الخطوه اللي بعدها؟ يبقى طالب شاطر. الخطوه اللي بعدها اكتب ايه؟ الناس اللي مركز. الوصف. ايوه، ده مهمه جدا، لان هنا عندي وصف. دي مهمه عليها درجتين دي. اوصف ايه يا استاذ؟ اوصف الداله اللي فيها حاصل. اللي فيها حاصل. لحظه يا استاذ. 1 ناقص 2. ده في عندي الاولاني ده. نسيت يا استاذ مؤمن الاولاني اسمه ايه؟ اجيبه لك تو. الاولاني ده اسمه انسحاب موازي المحور الصادات. بيتكتب بالشكل ده بنفس الرقم. طيب حلو. يبقى اروح كده راجع. اوصف بقى يا استاذ. اقول له انسحاب موازي لمحور. غير اللون عشان يبان. انسحاب موازي لمحور الصادات معامله. الصادات يبقى السينات بصفر. وخد الرقم اللي موجود في الصادات اللي هو الواحد. حلو. وبعد كده يا استاذ اللي قدام الجيم ده يا استاذ اكتبه ايه؟ اللي قدام الداله ده يا استاذ تمدد رأسي موازي لمحور الصادات معامله 2. الله. ما اكتبش -2 يا استاذ، لا تكتب 2. حلو. ابدا اعمل ايه؟ اعمل جدولي بنفس الطريقه. اكتب بقى الجدول. اضع كده. أضع السين وأضع دالة السين وأخدهم 0 باي على 2، وبعدين باي، وبعدين 3 باي على 2، وبعدين 2 باي. وهسيب حد كده يدخل الجدول براحته. نروح نكتب على الآلة الحاسبة. أدينا أكتب لك الخطوات أهو. مود تيبل. وبعد ما تكتب هتكتب اوف اوف اكس كده. هتكتب لنا الزاوية 1 ناقص 2 ساين اكس. وبعدين يا أستاذ ستارت البداية 0 إند. وما تكتب يساوي طبعا. ستارت 0 يساوي إند 360 يساوي ستيب 90 يساوي. يلا مين بقى يدينا الجدول؟ 1. -1 أيوه. و1 إحنا اختلفنا. لحظة لحظة، اختلفنا تو. -1 ولا 1؟ 1 -1 و- أهو 1 كده بقى. إحنا نشوف واحد. الأغلبية. 1 أستاذ. خلاص الواحد يكسب. اللي بعدها. 1 بعدين -1 اها. بعدين مرة 1 اها. 3 اها. 1. طيب حد عنده اعتراض؟
لا. طيب تمام حلو. تعالى يا أستاذ مؤمن نروح بقى للحظة المهمة، اللحظة الحاسمة. طبعا انتوا شايفين ان الزوايا صغيرة، الزوايا صغيرة، فدي مصلحة ليك انت. كل مربعين خدهم بزاوية، يعني هاخد أول شيء 0 وبعدين هنا باي على 2 وبعدين هنا باي وبعدين هنا 3 باي على 2 وبعدين آخر شيء 2 باي. وأبدأ أضع من 0، أدي 0 كل مربعين بواحد، أدي 1 أدي 2 أدي 3 وهنا -1 -2 -3. أستاذ مؤمن عندي سؤال، اتفضل. هو عادي يا أستاذي اخد عادي جدا مربعين 2؟ عادي جدا، امورك طيبه. يلا بسم الله، هنمثل الداله الاولانيه باللون الازرق. 0 و1، ادي 0 و1 يا استاذ. باي على 2 و0 اهي. باي وسالب 1 يا استاذ اهي. 3 باي على 2 و0 يا استاذ اهي. و2 باي يا استاذ و1. تمام، 2 باي و1. وهمسي بالقلم كده. الله، انا خلصت الاولى، واجي في الامتحان اكتب له عليها دي، اقول له ان ديت هي الجاتا مثلا، واروح ارسم المساله الثانيه. هنا الثانيه يا استاذ اهي، كانت 0 1 وسالب 1. تعال نصغر كده. يلا بسم الله، ناخدها باللون تاني احمر. كانت يا استاذ 0 1 0 1. جميل جدا. بعد كده باي على 2 وسالب 1. بعد كده باي و1. بعد كده 3 باي على 2 وكم و3. كان كده في غلطة بس يلا مش مشكلة، خلينا نشوفها. 3 باي على 2 و3 اهي. نرجع. هشوف اهو، هشوف، انا هتكلم بعد ما اخلص، انا مش شايف حتى الشات، لحظة. وبعد كده يا استاذ في 2 باي و1، 2 باي و1، 2 باي و1، 2 باي وادي الواحد. حلو. اول شيء الجدول فيه خطأ ولا اموره طيبة؟ عشان انا هوصل تو. لا يا استاذ ما في خطأ يا استاذ، الجدول صحيح. حلو. انا كده هوصل، بصوا معايا كده، هنزل كده واروح طالع على 1 عشان يتعمل لها انسحاب، وهنزل كده. ركزوا بقى معايا. هو طلب مني شيء اسمه عدد الحلول. عدد الحلول. مين شاطر يقول لنا هنا عدد الحلول كام؟ طب واجيبه ازاي؟ عدد الحلول كام واجيبه ازاي؟ شوفوا الارقام اللي هتطلع في الشات عشان تعرفوا قد ايه السؤال ده مهم. عدد الحلول، انا ما اريد الحلول، انا اريد عدد الحلول. اريد عدد الحلول. شفت الواحد وشفت الاثنين وشفت الثلاثة، تخيلوا، شفت الواحد وشفت الاثنين وشفت الثلاثة. وده السؤال ده عليه درجة في الامتحان، لان هو ده اجابة السؤال. اذا اتكتبت اتخذت الدرجة، اذا ما اتكتبت ضاعت الدرجة. طيب عدد الحلول، بسم الله، 3 حلول. حاشا يا استاذ، كيف 3 يا استاذ؟ ركزوا معايا، شوفوا الحل الاول فين. هذا اول حل. وبعدين فين التاني؟ هذا تاني حل. بعدين فين التالت؟ هذا تالت حل. كم حل يا أستاذ؟ 3 حلول. الحلول هي عبارة عن نقاط التقاطع. نقاط التقاطع. نقاط التقاطع. 3 حلول. هصغر كده المسألة وشوفوا يا شباب وشوفوا يا بنات. للأسف الشديد أنا متوقع إن سؤال كما هذا يجي في الاختبار، إن هو أستاذ سؤال يكون. قول يا جميل.
أستاذ يوم ندخلها في الحسابة أنا دخلت 2 باي ولازم نحول الحسابة راديان لازم تدخلها بالباي. مش هتفرق هتلاقيها نفس الناتج. طبعا الباي، بصوا يا حلوين، في ملاحظات فنية المفترض أنا ما أتكلمش فيها بس هأكد عليها يوم الامتحان إن شاء الله. طالما عندنا في السؤال باي أخلي مسائلي كلها بالباي، وما تنساش إن حسبت أكون محولها إلى نظام الراديان ضروري. تمام، عشان أضمن حل يكون إيه صحيح. عشان أضمن إن الحل صح لازم أحول حسابة الراديان. طيب أريدكم أستاذ لما ندخل في حسابة دايما إيه 360 على حسب الستارت، على حسب المجال اللي بيديهولكم. انا بكتب صفر الى كذا على حسب المجال. حد بيقول لما اقول يا استاذ هو انا دايما، ما علينا الامور طيبه، دايما وابدا بدخل المجال اللي عندي ده، هو بيجيكي من صفر ل 2 باي، فهي ديت الستارت. بدايتك دي بدايتك، دي الستارت. ستارت، ما تخلوش النقاشات تروح في حته بعيده. وده الاند. تمام، اول شيء ستارت ان، دول ما هم اللي ثابتين معايا. طب القفزه بنجيبها عن طريق الجسم هذه. تمام، اريدكم تجربوا نفسكم تحلوا مسائل تاني او مساله تاني على النوع ده من الايه من المسائل. ليه؟ لان اللي انتوا هتشوفوه تو شبعنا منه في الامتحانات. اللي انتوا هتشوفوه الان احنا شبعنا منه في الامتحانات. فين يا استاذ؟ ايش تقصد بان انت هتشوفوه الان ده؟ هذا مثلا يوم يجي مثلا زي كده. خلاص يا استاذ احنا هذا شبعنا منه. كله يقول لك اوجد الالف والباء والجيم. لما يجي له سؤال زي كده هناخده طبعا، لازم ناخده لان ده من ضمن الدرس. والدرس ده عبارة عن جزئيتين، اما ان هو يجي يسألني في موضوع الرسم مباشرة او ان هو يجي يطلب مني مجاهيل. فاحنا هنقول موضوع المجاهيل اهو نراجعه مع بعض نعرفه. بس الاكثر شيء اللي اريدك تعرفوه المهم عندي السنة هذه موضوع ان انت تقدر تجيب لنا الايه يا استاذ. احسنت، الرسم، وخاصة رسم الدالتين، وخاصة رسم الايه الدالتين. طيب نيجي للموضوع السهل اللي كلنا عارفينه. لما يجي يقول لي اوجد الالف والجيم والباء، هديك طريقة ما تنساهاش ابدا لما تحب تجيب، سواء كانت الجاتا سواء كانت جا. اللي انا هقوله لك ده تو ينطبق عليهم هما الاثنين بثنياتهم. اول شيء خلي بالك معايا، دايما وابدا دائما وابدا الجيم ده الانسحاب. اجيبه ازاي الجيم؟ الجيم دي انا هكتب لك قانونه عشان لما تاخده. دائما وابدا الجيم عبارة عن اكبر شيء ناقص اصغر شيء على 2. لا يا استاذ زائد. بقول لك الاحداث الجيم ده بنجيبه ازاي؟ خط التماثل، اكبر شيء زائد اصغر شيء تقسيم 2. الجيم ده اللي احنا بنسميه الانسحاب، اللي احنا بنسميه محور التماثل. ده عبارة عن ايه يا استاذ؟ اكبر قيمة زائد اصغر قيمة تقسيم 2. يا استاذ مؤمن ما كانك غلطان يا استاذ، مش المفروض ناقص؟ فرق ما بين الانسحاب وما بين السعة. لازم تفرق بين الانسحاب وما بين السعة. الجيم هنا تمثل انسحاب محور تماثل، بجيبه عن طريق أكبر قيمة اللي هي كام يا أستاذ؟ 4 زائد أصغر قيمة اللي هي كام يا أستاذ؟ -2، وأقسم على 2 فيطلع معايا 2 على 2 يساوي 1. إذا محور التماثل عندك اللي هيقسم لك الدالة هذا هيكون عند 1. هذا هو الجيم. تمام، عرفنا نجيب يا أستاذ محور عرفنا نجيب الانسحاب اللي هو الجيم. طيب بعد كده في ايه يا أستاذ مؤمن؟ قال لك بعد كده هتجيب حاجة اسمها السعة، كلنا عارفينها. السعة دايما وأبدا موجبة، عبارة عن ايه؟ أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة على كام يا أستاذ؟ على 2. يلا يا أستاذ أكبر قيمة 4 ناقص أصغر قيمة على 2، يعني يطلع عندي 4 زائد 2 على 2 يعني 6 على 2 يساوي كام؟ 3. يبقى الساعة بتساوي 3. جميل جدا. هنروح مباشرة بعد ما جبنا الساعة، هنروح مباشرة نجيب آخر شيء الدورة. أريدك تعرف الدورة بتتجاب إزاي.
اولا ليها طريقتين، ممكن مباشره من الرسم. لو انت جيت كده وعملت كده هتلاقي ان المساله اتقسمت مرتين اهو. تاخدها، ممكن تاخدها على محور السينات، شوف كده هنا كده تلاقيها 2، او تاخدها من قمه وقمه، او تريح دماغك خالص وتجيبها جبري. كيف اجيبها جبري يا استاذ؟ دي دالة الجاب. فانت عارف يا استاذ ان الدورة بتاعتها عبارة عن 2 باي على باء. دورتها عبارة عن 2 باي على باء. طب انت شايفها اتكررت كم مرة هنا؟ شايفها اتكررت مرتين يا استاذ. يبقى 2 يساوي 2 باي على باء، لكن على واحد ضرب تبادلي. 2 باء يساوي 2 باي. تمام يا استاذ؟ عيد عيد يا استاذ مؤمن كده تاني اهي. تعالى معايا بالراحة عشان تشوفها جت ازاي. اجيبها ازاي مرتين يا استاذ؟ اول شيء من خلال الرسم، مباشرة من خلال الرسم. بص عندك يا بطل على الرسم وشوف الدورة. الرسمة المسألة اتكررت كام مرة؟ فانا سامع طالب شاطر لما يقول لي يا استاذ مؤمن ده اتكررت مرتين يا استاذ. حلو، يبقى هتجيبها يا استاذ مؤمن مرة مباشرة من الرسم، تقول باء بتساوي 2. في طالب شاطر تاني يقول لا يا استاذ انا اقدر اجيبها عن طريق يا استاذ مؤمن، اجيب المسافه ما بين دي باي ناقص باي على 2. احنا عرفنا لا، الباء الدوره مش محور الصادات. الباء مش من محور الصادات. الباء بجيبها لما اشوف الدوره عندي اتكررت كام مره. اول شيء شوف المسافه، تو لحظه بس، شوف المسافه بين قمتين متتاليتين او قاعين متتاليين. طيب يا أستاذ، أي المسافة ما بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين عشان تجيب الدورة؟ ما هي دي تعريف الدورة. فأنا لما أجي أقول له يا أستاذ أولا دورة الجا أو الجا دورتها 360 أهي 360. طيب أقسم على كام يا أستاذ مؤمن عشان أجيب الباء؟ أجيبها إزاي يا أستاذ؟ لحظة، شوف يا بطل المسافة ما بين قمتين متتاليتين هنا يا أستاذ مؤمن أهي عبارة عن باي ناقص باي على 2. يعني لما اجي اقسم يا استاذ عشان تطلع معايا هنا في السؤال، ها المسافة ما بين القمة والقمة، ها شوف القمتين كده عشان اجيب الباقي اقسم على كام؟ هديك اختيارات 90 ولا 120 بسرعة عشان اخد واحدة غيرها. ولا 180؟ ها شوف الدورة عشان تعرف تطلعها. اقسم على 90 ولا 180 ولا 120؟ للاسف غلطكم الاستاذ مؤمن. المفروض اقسم على كام؟ على 180. بقى انا بقول الدرس ده سهل والباقي هي دي اللي بتلخبط. استاذ كيف اقسم على 180؟ قال لك حبيبي الدورة عشان تجيبها عبارة عن اما المسافة بين قمة وقاع، او عبارة عن قاعين او قمتين. فانت عندك هنا باي قمة وقاع. قمة وقاع يعني كام يا استاذ؟ 180. يبقى انا اقول له 100 360 على 180 تطلع بتساوي كام؟ 2. اوعوا تنسوها ابدا. هنا عشان انا ضحك عليك ومش موضحها لك، فانا مخلي لك المسافة ما بين قمة وقاع عبارة عن كام؟ 180 باي. عرفت منين 180 يا استاذ؟ اهي المنطقة دي كام ديت يا استاذ؟ باي اللي هي كام؟ 180. يبقى المسافة ما بين قمة وقاع هي الدورة. اقول 360 على 180 يا استاذ مؤمن. دايما اقسم على 180 على حسب. يعني احنا هناخد سؤال تاني شوية اهو هنشوف هنقسم على كام، بس لازم تخلي بالك منها. لما تجي لك مسألة زي كده هنروح ناخد مسألة كمان اهي اوضحها لك اكتر في مسألة تاني. سؤال زي كده مثلا اهو ناخد ده. على فكرة احنا عندنا السؤالين دول مهمين ناخدهم هم كوبي ده. طبعا انتوا عارفين ان الدرس ده مهم. احنا جزأناه لثلاث اشياء. الشيء الاخير هناخده بعد شوية، بس ان احنا في الشيء التاني تو
هذا هو الشيء الثاني. اوجد قيمتي ألف وباء. خليك ذكي كده يا أستاذ. أول شيء أعمله، أول هنا مديني ألف وجيم. ألف ما في انسحاب. السعة، الطالب الشاطر يقول لي السعة بيساوي أكبر شيء اللي هو 5 ناقص أصغر شيء اللي هو -5 على 2، يعني 10 على 2 يديني كام يا أستاذ؟ الساعة تساوي 5. طيب الباء اللي هي مين؟ الباء دي الدورة. الباء يساوي، ها مين شاطر يقول؟ مين شاطر يقول الباء هنا تساوي كام؟ هم. على مهله. ايوه احسنت. 2. شوف يا استاذ مؤمن، المسافه بين قمتين هي دي 2 باي، فهي دي باي. دي باي يا استاذ، باي. فانا هقول له الدورة عباره عن 2 باي على باي. الباي راحت مع الباي، نقول لها باي باي، يعني الدورة بتساوي كام؟ 2. ما شاء الله عليكم، ممتازين. نيجي بقى لسؤال كل الطلاب كانوا بيرسلوه لي على الخاص. يقول لك يا استاذ بالله عليك السؤال ده ما فاهمينه، نريد نعرفه، وهل ممكن يا أستاذ يجينا في الامتحان؟ اعرفوه بس مجرد الباب العلمي بالشيء. هذا السؤال نعرفه وفقط، عشان نروح للسؤال اللي بعده أو الدرس اللي بعده. بيقول لك د س يساوي ج زائد ألف باء. حلو. في الفترة من 0 إلى 2 باي. تمام. حيث أن ألف وباء وجيم أعداد موجبة ومنحنى الدالة يمر بالنقطتين 0 و4 و3 باي على 8 و-1 ودورتها باي على 2. اوجد قيم ألف وباء وجيم. طيب بالراحة خالص، واحدة واحدة، ولازم نعرف حاجة كلنا عارفينها عشان بس نخلص من الباء بتاعتها. الباء دي نقدر نجيبها مباشرة يا أستاذ. احنا عارفين إن الظا دورتها إيه؟ مش شاطر يقول الظا دورتها؟ ها 180. صح كده، اللي هي باي يعني. تمام. فاحنا لو حابين نجيب الباء، الباء هنا نقول له الباء بتساوي الدورة بتاعتها اللي هي باي على كام يا أستاذ؟ هو جاي لدورتها هنا اهو اهو، باي على 2. تمام. يبقى إذا الباء بتساوي على الآلة الحاسبة 2. جميل جدا. يبقى قلنا الباء بتساوي باي على باي على 2. أستاذ جبت منين الباي؟ هو الدورة بتاعت الظا بوجه عام باي، وفي المسألة هنا جاي لك باي على 2، فقلت باي على باي على 2، طلعت الباء بيساوي 2. نيجي بقى للمهم، المهم جدا 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 عشان نعرف نحل المسألة دي. ركزوا معايا حلوين. أول شيء بيقول لك 0 و4 الدالة بتمر بيها، إذا تحقق المعادلة. يلا شيل وحط مكانها 0. أشيل إيه وأحط مكانها 0 يا أستاذ؟ الدالة هنشيلها ونحط مكانها 4 يساوي ج زائد ألف ظا باء في 0 بإيه؟ ب0. الله. تعالى على الآلة الحاسبة كده واكتب ظا 0، شوف هطلع لك بكام بسرعة. 0 صح؟ أي شيء في 0 ب0، إذا الجيم بيساوي 4. الله الله يا أستاذ، حلو. تعالى كمان شيل، قول تمر بالنقطة 3 باي على 8 و-1، يعني تحقق المعادلة. شيل الدالة وحط مكانها -1 وعوض عن الزاوية قدامها بكام؟ ب3 باي، يبقى -1 يساوي الجيم احنا لسه جايبينها 4 زائد الألف هي اللي احنا نجيبها ظا، ها الباء احنا لسه حالا جايبينها اللي هي 2، هنعوض 3 باي على 8. وحول حسابتك لنظام الراديان، اوعي تنسي. يلا يا أستاذ المطلوب يا أستاذ مؤمن، هقول له كده -1 يساوي 4 زائد
ألف في. دخل ده على الحسابة وما تنساش تكون مخليها على نظام الراديان. ها يلا نشوف اطلع بكام بسرعة. -1. مم. نخلي الحسابة على نظام الراديان ونركز كده عشان نشوف هتطلع بكام. ركزوا وطلعوها تاني على مهلك. تطلع بسالب 1. أي حد طلعها كده 1. تبقى صح كده. -1. شاطرين. يبقى يطلع معايا يا أستاذ مؤمن كده هنا -1 يساوي 4 ناقص ألف. ودي الألف هنا عشان تبقى بالموجب وجيبي دي هنا. يبقى الألف بتساوي 4 زائد 1. إذا الألف بتساوي كام؟ 5. وأنا كده جاوبت سؤال لو جالي وأنا مش عارفه قبل كده هتبقى إشكالية. لو جالي السؤال ده قبل كده وأنا مش عارفه تبقى إشكالية كبيرة. تمام تمام تمام. حلو يا أستاذ. هذا السؤال من المسائل المهمة جدا. خلاص يبقى احنا خدنا الثلاث أفكار أهمهم على الإطلاق. أهمهم على الإطلاق موضوع الإيه الرسم. هنروح بقى لشيء اسمه الدالة العكسية. الدوال العكسية. طيب الدوال العكسية يا أستاذ مهمة؟ مهمة جدا. فيها بعض الأشياء اللي لازم نعرفها. أولا موضوع المجال وموضوع الدالة العكسية. خليني في الأول خالص أعرفك الدالة العكسية بنتعامل معاها إزاي كسؤال مباشر، وبعدين نبدأ ناخد مسألة الدالة العكسية اللي هي زي كده ونقول له مجالها، وهنقول الزاوية الأكثر برضو نفس الشيء الأكثر توقعا إن هي إيه تيجي. طيب يلا يا أستاذ على بركة الله ناخد دي كوبي كده. ناخد المسألة المتدرجة السهلة وبعد كده ناخد السؤال المتوقع إن هو يجي. بسرعة يا أستاذ بسرعة جدا. درس سهل وبسيط. طيب ذكرنا بيه يا أستاذ. سؤال زي كده لما يجي يقول لي اوجد الدالة العكسية د أس -1 س وبين إيه مداها ومجالها. أعمل إيه يا أستاذ؟ قال لك بسيطة جدا. هنقول له الحل. أول شيء في موضوع الدالة العكسية أريد الجميع يعرفوه إن إحنا نمشي على الخطوات اللي هنقولها ديت ونحاول على قدر الإمكان ما نغيرها. أول خطوة أسمي د ص س. أقول له ص يساوي 1 زائد 2 جتا س. وبعدين يا أستاذ مؤمن أبدل يعني أخليها س تساوي 1 زائد 2 جتا ص. وبعدين يا أستاذ أحاول أخلي الصاد لوحديها. أودي الواحد بعكس الإشارة. س ناقص 1 يساوي 2 جتا ص. وبعدين يا أستاذ أقسم الأطراف كلها على 2. أقسم على 2 يبقى س ناقص 1 على 2 يساوي جتا ص. وبعدين يا أستاذ شايفين الجتا دي أروح واخدها هنا كده بشكل شكله أخليها جتا أس -1 واكتب س ناقص 1 على 2 يساوي ص. وفي الأخير لازم أكتب كده في الامتحان د أس -1 س يساوي جتا أس -1 س ناقص 1 على كام؟ على 2 بالشكل ده. كده يا أستاذ أنت جبت الدالة الإيه؟ العكسية. ده لازم يجي عليها سؤال في الامتحان. 100% سؤال في الامتحان لوحده على الدالة العكسية. طيب نيجي بقى موضوع المجال والمدى. قال لك الدالة العكسية مجالها ومداها. أول شيء لو أنا جيت قلت لك جيب مجال الدالة الأصلية
مجال الدالة الأصلية بيكون عطولك في السؤال، س أكبر من أو يساوي صفر، أصغر من أو يساوي 180، عطيله في السؤال. طب لو أنا أريد أجيب مدى الدالة الأصلية، قال لك مدى الدالة الأصلية، وأريد الجميع ينتبهوا معايا بالله عليكم عشان الكلام ده مهم. مدى الدالة الأصلية بناخد الدالة نفسها، الجتا اللي عندي جتا س، وأنا عارف إن الجتا دي مداها من -1 إلى 1، وأعمل التغيرات اللي موجودة في السؤال. بمعنى إيه يا أستاذ؟ يعني مثلا الجتا مضروبة في 2، أضرب في 2 يبقى -2 أصغر من 2 جتا س أصغر من 2. في واحد مضاف هناك يا أستاذ مؤمن، أضيف يبقى -2 زائد 1 أصغر من 2 جتا س وزائد 1 أصغر من 2 زائد 1. يعني طلعت عندي -1 أصغر من الدالة، أصغر منين؟ من 3. ده مدى مين ده؟ ده مدى الدالة الأصلية. حلو، جبت مدى الدالة الأصلية وجبت مجال الدالة الأصلية. طب بالنسبة للعكسية هنعكس، يعني هاجي كده في السؤال أقول له مدى، هو طالب مداها، مدى مين؟ اوجد الدالة العكسية ومداها. مدى الدالة العكسية هو مجال الأصلية، مجال الأصلية يعني 0 ودالة السين و180. طب لو قال لي مجال العكسية، مجالها مجال الدالة العكسية، اديني بأكد اهو، يبقى اقول له مجال الدالة العكسية هو مدى الأصلية، يبقى -1 إلى 3 بس تبقى س. خلي بالكم يا حلوين عشان الكلام ده مهم. دايما وابدا العكسيه مجالها مدى الاصليه، ومداها مجال الاصليه، عمليه عكسيه. بس خلي بالك وتلاحظ وما تنساش ابدا ان انت لما بتيجي تكتب المدى بيبقى د س او ص، المجال يكون س فقط. يبقى لو انا قلت مجال الداله الاصليه هو مدى العكسيه، مدى الدالة الأصلية هو مجال العكسية. وللأمانة جاي عليها سؤال اختياري، جاي سؤال اختياري على الكلام ده، على الكلام ده جاي عليه سؤال اختياري. كيف يا أستاذ؟ تعالى أروهولك أهو. يلا عندك بالظبط، عندك بالظبط دقيقة، هيت دقيقة يا بطل، وشوف جاوب لي على السؤالين دول، سؤالين مش سؤال واحد بس. ها، سؤال 78 و79. بس لحظة عشان ما تختبص، ادي ألف وادي باء وادي جيم وادي دال، ألف باء جيم دال. توكل على الله، اختاروا مع بعض، قول الأولى كذا والثانية، ما تبعتش بالقسط، ابعت الإجابتين مع بعض عشان نشوف. نصيحتي للجميع لما يجي يحل السؤال اللي كما هذا يعتمد على خصائص النسبة أو الدالة المثلثية. يقول إن الجاية يا أستاذ مؤمن مداها، طبعا احنا عارفين المجال ده اللي هو مدى الأصلية، فاحنا هنجيب مدى الأصلية من -1 إلى 1. حلو، أجي يا أستاذ أعمل إيه يا أستاذ مؤمن؟ أجي على طول أروح ضارب الدالة الأولى في 2 عشان 2 جاسين، يبقى -2، وهنا كام يا أستاذ؟ 2. أزود 3 يا أستاذ، يبقى -3 زائد 3، يعني يطلع هنا 1 وهنا 5. فين اللي فيها 1 و5 يا أستاذ؟ باء. كل اللي حل كده أموره طيب. تعالى للمسألة اللي بعدها، نفس الفكرة، خد الدالة، ادي الجاية يا أستاذ مجالها من -1 إلى 1، مداها آسف. وبعدين أقول له هنا يا أستاذ أضرب، يبقى -3 و1، وبعدين أزود -1 هنا وسالب 1 هنا لأن أنا بجمع. يبقى لما ضربت هنا 3 -3 تاني. ركزوا معايا في المسألة التانية عشان تعرف تحلها برضو بنفس الطريقة ونفس الآلية. احنا عندنا يا أستاذ مؤمن من -1 إلى 1، هضرب في 3 فهتصير هنا -3 وهتصير هنا 3. هضيف -1، -1 هنا وسالب 1 هنا، هيطلع عندك -4 وكام و2. فين اللي فيها -4 و2؟ هات. لو انت عرفت كده اضمن ان انت هتعرف تحل السؤال الاختياري. اللي فهم يكتب 1 في التعليقات عشان ده في سؤال شبابي ده جاي في الامتحان. تمام.
عشان نعرفه بالطريقة، أسهل طريقة اللي احنا سويناها دي يا أستاذ. دايما وأبدا يا أستاذ مؤمن من سالب 1 ل1 دايما، لأن هو ده مدى الدالة. جميل جدا، حلو، تمام. طيب يا أستاذ، باقي آخر شيء في الدالة العكسية أعرفه، المسألة المرشحة وبقوة إن هي تيجي. حلو. المسألة المرشحة وبقوة إن هي مسألة شبيهة من اللي قدامه. وهنشوف، هنخلص بس جزء. أنا عارف إن أنتوا تعبتوا وأدينا شغالين، وأنا نفس الشيء عندي ارتباط. أدينا شغالين، بكرة هنتفق على ميعاد هناخده، لأن إحنا برضو في بعض الأشياء اللي هنكملها. تمام. مشكلة إن أنا عندي ولد عنده اختبار إنجليزي باكر، ففي معلم المفترض هيجيله الساعة 9، أروح أجيبه عشان يشرح له، ما عنده سيارة. هنرتب الأمور. خليني بس أخد الفكرة دي عشان أكون خلصت ووقفت عند الجزئية دي. إحنا ما هنسيبكم إلا لما تبقى أموركم طيبة جدا في الرياضيات، ده وعد مني إن شاء الله. تعالوا نشوف المسألة المتوقعة إن هي تيجي في الامتحان، اللي هي دي. هذه المسألة يا حلو فينا يا أستاذ، مش مسألة عادية، مسألة فيها كسور. يجي يطلب مني الدالة العكسية لهذه الدالة. فينا يا أستاذ؟ أيوة، هذا السؤال. يجي يقول لي اوجد الدالة العكسية للسؤال هذا. أريدكم تتعلموها وتخلي بالكم منها، واليوم تحلوها لي وترسلها لي. هديكم مسألة كمان برضو ومحتاجها ضروري اليوم أو بكرة. اللي موجود يقول لي اوجد الدالة العكسية للدالة دي، سيبك من مجالها ومداها. عايزين نتعلم نجيب الدالة. سهلة يا أستاذ، أنا ما قلت صعب، بس أنا قلت المسألة دي مهمة في إيجاد الدالة العكسية لها. أقول له الحل. هعمل إيه يا أستاذ؟ امشي معايا واحدة 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 واحدة. أول شيء قلنا نسمي الدال س صاد. أهي صاد يساوي -5 زائد 4 جتا س على 2. حلو، تمام. وبعدين يا أستاذ أبدل السين مكان الصاد، يبقى س يساوي -5 زائد 4 جتا صاد على 2. وبعدين يا أستاذ مؤمن أنقل بعكس الإشارة. ممتاز. س زائد 5 يساوي 4 جتا صاد على 2. إيه الجديد بقى يا أستاذ؟ إن أنا هقسم هنا على كام؟ على 4 للأطراف. يبقى س زائد 5 على 4 يساوي جتا صاد على 2. علمتني يا أستاذ، أو إحنا عارفين إن إحنا بناخد الجتا الناحية التانية أس سالب، فأنا أقول له كده جتا أس سالب 1 س زائد 5 على 4 يساوي لنا مين يا أستاذ؟ صاد على 2. الخطوة الجديدة بقى اللي إحنا بنقولها إن إحنا نضرب الاتنين في 2، فيبقى عندك 2 جتا أس سالب 1 س زائد 5 على 4 يساوي صاد، يعني د أس سالب 1 س يساوي 2 جتا أس سالب 1 س زائد 5 على 4. ودي مسألة مرشحة وبقوة العام هذا. تمام، إن أنا أجيب الدالة مرشحة وبقوة إن يجيلك إيه يا أستاذ اللي تفرق عن المسألة العادية؟ فرقت عنها إن في معامل أمام الجتا س. قد يكون المعامل كسر، قد يكون المعامل ضرب. يلا كده نفس السؤال ده، نفس السؤال اهو. واجب، اكتبيه كده معايا. واجب. ايه يا استاذ الواجب ده؟ احنا هناخد واجبات. ايوه، نفس الدالة دي. اوجد د أس سالب 1 س للدالة نفسها بالظبط اهي. د س يساوي -5 زائد 4 جتا 3 س. تمام، او جتا 2 س عشان تبقى زيها، بس هنشوف الفرق. تمام، بحيث تتدرب على لما يكون عندك معامل امام الجتا، سواء كان المعامل كسر سواء كان المعامل عدد صحيح، مع الرغم مع الاخذ في الاعتبار ان المسألة دي من المسائل اللي جدا مهمة. المسألة دي لازم نخلي بالنا منها، من المسائل اللي جدا ايه مهمة. طيب، عادة تسمحوا لنا هنستأذنكم نتوقف عند هذا القدر، وهنعوض لكم بكرة إن شاء الله بإذن الرحمن عن كل ده.